السر اللي غير حياتي. في حاجات اتولدنا لقيناها، مش بإيدينا ولا صنعناها، زي فطرتي سواء ذكر أو أنثى، زي لون بشرتي، عيلتي، بلدي، المحيط اللي حواليا. لو أنا مش مرتاحة أو مش راضية عنه دايما بختار الأصعب، بحاول أغير كل ده وأفضل أحارب وأقاوم وأفضل مش راضية، مع إن ربنا سبحانه وتعالى إدانا السر، أعظم سر في الآية دي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى كلام ربنا إن أنا أغير نفسي، طريقة تفكيري، التعامل بتاعي، مشاعري، مش أغير اللي حواليا ولا أشتكي ولا أعيش دور الضحية، لأن وقتها فعلا هكون بشتكي مين؟ هكون بشتكي ربنا. حياتك مسؤوليتك أنت. طب أعمل إيه؟ السر في التقبل. أول حاجة أتقبل فطرتي، لو أنثى ما عانتش وأعيش دور الذكر، ولو راجل ما تخلاش عن مسؤوليتي، أتقبل لون بشرتي وأحبه. هقولك حاجة بالمنطق، إزاي عايزة الناس تتقبلني وأنا أصلا مش متقبلة حاجة فيا؟ أتقبل أهلي حتى لو عندي أب مسيطر أو أم قاسية، أدور إزاي أتعامل معاهم بأفضل طريقة، أدور إزاي أعوض نفسي عن الحنان اللي ما خدتوش، مش أدور إزاي أغيرهم. لو دخلت كلية وإنت مش حاببها، اتعلم، خد كورسات وطور نفسك في المجال اللي إنت بتحبه، اصنع طريقك بإيدك وبمعية ربنا. لو إنتي أم منفصلة وبتربي ولادك، حبي دورك، دوري إزاي تعملي الدور ده بأفضل طريقة، دوري إزاي تطلعي أولاد فعلا في أحسن صورة وتكوني سند لنفسك ولأولادك. مجرد ما انت بتتقبل، ربنا بيغير لك كل اللي حواليك، وحتى لو اللي حواليك ما تغيرش بالطريقة اللي انت عاوزها، على الأقل انت هتعيش سعيد ومش متوتر، لأن نظرتك للحياة بقت مختلفة وما بقتش تتضايق من أي حاجة. سر السعادة في التقبل.